موسم الخير أتانا فلتجودوا بحماس وتفان يا صحاب. اهلا اصدقاء الحلوين، كيفكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا مبسوطين وانتم تشوفوا فيديو اليوم راح اخليكم تقضوا معي يوم من وسط رمضان، فخليكم معي وبسم الله نبدأ. الحين طالعين انا واختي نتقهوى ان شاء الله ونشتري مشتريات كذا لطبخ بكره باذن الله. وهذه القهوة هنا البقالة، الحل انها جنب بعض، نتقهوى نروق بعدها نروح نتسوق. طبعا كنت ابي ماتشا بس ما في عندهم فاخذت كركديه. يلا الان نبدا تسوق. الان اول حاجه ابدا عنايل شعري فراح اخذ هذا. على فكره الكركديه مره حلو، كركديه طعم بودره اطفال، لا تسالوني كيف بس كذا طعم بودره. طبعا ابغى اسوي حلب الزبادي اليوناني، عرفتوا اللي زبادي وشوكولاته وفراوله وكذا. الحين الزبادي يا رب يكون موجود. لقيت زبادي يوناني بكنسل الحلا وباخذ بسكوت واتقهوى عليه بالطريق. واتقهوى شو اسمه ذا اخذ مع الكركديه في الطريق. شوف كيف المكان من هنا حلو. الصدق جيت هنا علشان مكيف. خلاص خلصنا التسوق، كان تسوق سريع. شوفوا الأجواء تجنن، تفتح النفس. أصلا المشي في رمضان له أجواء وروحانية كذا، ما أدري كيف، ما أعرف أوصفها. الحين رايحين المحل الثاني هناك، نبي ناخذ فكرة عشان ديكورات العيد إن شاء الله. خلاص كذا خلصنا وراجعين البيت. طبعا ما اشتريت الا هذه تبع الشاهي. احنا جينا نبي ناخذ فكرة لانه ناقصنا شوية اغراض للصالة، فعلى العيد ان شاء الله نبي ناخذها، بس اهم شيء الحين نخطط وننسق. انا اعرف دلوقتي مفيش حاجة عنك. ازيك يا خالد؟ اتفضل يا خالد. واليوم كمان رايحين تسوق، بس اليوم مش راح نمشي على رجولنا، رايحين بالسيارة. يلا بسم الله. طبعا هم راح يتسوقوا اشياء للبيت وانا قاعدة انسق للعيد ان شاء الله. للأبد عشق الشمعدانات على كل طاولة، احسها تعطي اناقة. بسم الله. هنا السوبر ماركت. طبعا انا كل 3-4 أيام نحتاج السوبر ماركت، نصير ناخذ طبخة اليوم أو طبخة الأسبوع وبس. أفضل ترى من أن ناخذ كميات تقعد سنين وتخرب بعضها بدون ما نستخدمها. كنت أبي شاي بعد الأكل من ليبتون، بس يا خسارة ما في شاي. ذا مرة رهيب حرفيا. أول ما تاخذونه من بعد أي وجبة ينهضم الأكل سريع، بس يا خسارة ما في. الزبادي أمس اشتريت ولا هذا عادي. دقيقة أمس دورت في البقالة ما لقيت، فأبي يوناني، أحلى يوناني يقولوا. طبعا ما لقيت شركة تكتيفيا فباخذ هذا. رجعت اللي قبل شوي أخذت هذا، حسيت هذا شهي أكثر، بس خلاص الحين بشوف إذا في توتيات مجمدة أو ننطلق. هذه هي اللي اشتريناها اليوم. طبعا هذه صحن كذا لها قاعدة مرة حلوة، وهذه تبع العيديات. هنا صبغة ان شاء الله يطلع اللون زي اللي ابغى. كمان عندي هذه الاكواب مرة حلوة كلها. طبعا هذه التنسيقات طاولة العيد ان شاء الله. هذه هي الشمعدانات اللي اخذتها. طبعا عندي شمعدانات شفافة بس كنت ابي للشموع الكبيرة، اتوقع يجي كذا وكذا، لا كذا. واخذت مجموعة زيوت عشان العناية بالشعر. طبعا هذا من البقالة امس اخذته، بس ان شاء الله تنفع للشعر. كمان عندنا هذه الاكواب للشاهي
العلبة تبع السكر. شوفوا هذه كيف مرة حلوة. هذه مكونات الحلا اللي كنت بسويه إن شاء الله بكرة راح أوريكم إياه ونشوف الطعم حلو زي ما يقولوا ولا لا. شوفوا هذا هو الحلا اللي قلت لكم. طبعا الطعم مرة رهيب، بس إني ما مداني أضبط الشوكولاتة لأنها تجمدت على طول لأن الزبادي بارد. جربوه مرة حلو. وبس كذا وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا أصدقائي الحلوين على المشاهدة. أشوفكم في الفيديو الجاي. إلى اللقاء.